عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق وانتظام الفريق للتدريبات الجماعية اليوم والتجهيز لمباراة القمة يوم الخميس القادم أمام النادي الأهلي. نفى مصدر من داخل الزمالك ما تردد بخصوص إصابة أحمد سيد زيزو بأن لا أساس لها من الصحة، وتبديل اللاعب في مباراة فيوتشر كانت لإراحته ليس أكثر. أسوريو يشدد على إنهاء ملف أحمد فتوح وتجديد عقد اللاعب. انت بتجيب الكلام ده منين؟ توصية فنية خاصة بالتعاقد مع ثلاثي المنتخب الأولمبي محمود صابر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد. زيادة فرصة نادي الزمالك لعودة مصطفى فتحي من نادي الاتفاق، خاصة بعد عدم تفعيل نادي بيراميدز لبند شراء اللاعب. موقع ترانسفير ماركت يؤكد اقتراب انضمام اللاعب إمام عاشور إلى النادي الأهلي بنسبة 88%. أحمد دياب: سيتم تغيير اسم الدوري لدوري النيل، وصممنا درع جديد في إنجلترا سيتم تسليمه لبطل النسخة القادمة.